السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل كيكة البرتقال الهشة اللذيذة، طعمها تحفة وريحتها قلب المكان كله. هنعملها في 5 دقايق بس، بجد سريعة ومقاديرها بسيطة ومظبوطة جدا، واحلى واسرع كيكة ممكن تعملوها. بتبقى طعمها وريحتها بطعم البرتقال، بجد اللي مجربهاش فاتوا كتير جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. تعالوا نشوف المقادير والطريقة. هستخدم الخلاط، هضيف فيه 3 حبات من البيض، عليهم 2 كيس من الفانيليا. لو مش متوفرة الفانيليا البودر هنستخدم الفانيليا السايرة، بس منكترش منها علشان الكيكة طعمها ما يتغيرش. هضيف 2 كوب من السكر، سكر الحبيبات العادي او اي نوع سكر موجود عندكم. عندي كوباية مية عادية من الحنفية. هضيف عليها كيس من تانج البرتقال، اي تانج موجود عندكم بس يكون بنكهة البرتقال. هنقلب عصير التانج مع المية كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. هضيفهم في الخلاط بنفس الكوباية. هضيف فيها كوباية الا تلت من الزيت، زيت يكون نوعه حلو بيفرق جدا في طعم الكيكة. هضيفهم في الخلاط. دي كل المكونات اللي استخدمتها في الكيكة. اهم حاجة ان احنا نضربهم كويس جدا جدا في الخلاط. ده شكل القوام بعد ما ضربت كويس جدا في الخلاط. عندي طبق يكون واسع، هنزل بخليط الكيكة. شايفين الخليط عامل ازاي؟ هو ده قوام الكيكة اللي انا عايزاه. اهم حاجة ان احنا نضربهم كويس جدا جدا في الخلاط. واهم حاجة في الخطوة دي ان احنا ننخل الدقيق كويس جدا. انا هستخدم 2 كوب من الدقيق في الاول. دي اول كوباية. هضيف الكوباية التانية وبعدين هنخل. وهضيف كيس من البيكنج باودر، هضيفه كله. وهقلب علشان الكيكة ما تهبطش مننا. لازم نقلب خليط الكيكة من جنب واحد زي ما انتم شايفين، التقليب بيكون من جنب واحد. هفضل اقلب في خليط الكيكة لحد ما الدقيق يختفي تماما. لسه هحتاج دقيق تاني. انا استخدمت 2 كوب من الدقيق، هستخدم كوباية تانية، بس الكوباية التانية مش هضيفها كلها، هضيفها بالتدريج لحد ما اوصل لقوام الكيكة اللي انا عايزاه. ضفت نص كوب من الدقيق وهنخله. هشوف اذا كان خليط الكيكة هيحتاج دقيق تاني ولا لا، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. فدايما بنحط 2 كوب من الدقيق، والكوباية التالتة بنضيفها بالتدريج لحد ما نوصل لخليط الكيكة اللي احنا عايزينه. طبعا لسه هنحتاج شوية تاني من الدقيق. هضيف شوية من الدقيق وهنخل. اهم حاجة في الخطوة دي ان احنا ننخل الدقيق زي ما حضراتكم شايفين. وهنقلب. التقليب بيكون في جنب واحد بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هو ده قوام الكيكة اللي انا عايزاه. الكيكة ما شاء الله القوام مظبوط جدا. يبقى انا استخدمت 3 اكواب الا تلت من الدقيق. اسفة جدا لان الجزء ده ما تصورش في الفيديو، انا كنت مشغلة الكاميرا بس للأسف الفيديو فصل في الجزء ده. انا استخدمت الصينية المفتوحة من النص، دهنتها دهنة كويسة جدا من الزيت وبطنتها من الدقيق. هخبط الصينية علشان اخرج اي هوا منها. هدخل الكيكة الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 170. هسيبها لحد ما تستوي. ده شكل الكيكة بعد ما استوت وسبتها تبرد تماما. الكيكة جميلة جدا وريحتها قلب المكان كله. لونها تحفة، هشة وقطنية وخفيفة جدا ومرتفعة زي ما انتم شايفين. هقلبها وهوريكم لون الكيكة عامل ازاي من تحت. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟
لونها جميل جدا من فوق ومن تحت، مستوية جدا وهشة وطرية زي ما انتم شايفين، وما خدتش اي وقت معانا خالص في التسوية. هنقطعها دلوقتي مع بعض وهوريها لكم. هوريكم لون الكيكة عامل ازاي من جوه، واخده اللون البرتقاني الجميل. بجد الكيكة حلوة جدا جدا، وعصير التانج البرتقال مخلي الكيكة في حتة تانية خالص. الكيكة تحفة، طرية وهشة وخفيفة جدا. لما بتمسكي الكيكة بتحس انها مش كيكة خالص، بتحسها ان هي عاملة زي النايتي. عارفين النايتي اللي احنا بنشتريه من السوبر ماركت؟ والله لما بمسك الكيكة بحسها ان هي كيكة النايتي بالظبط. اتمنى انكم تجربوها، ولو عجبتكم طريقة الكيكة اللي انا عملتها اكتبولي في الكومنتات. شايفين الكيكة عاملة ازاي ولونها عامل ازاي من جوه؟ الكيكة ما شاء الله جميلة جدا. المقادير بتاعتها سهلة جدا وبسيطة زي ما حضراتكم شفتوا، ولونها جميل جدا من فوق ومن تحت، هشة جدا وطرية ومستوية وواخدة اللون الجميل من فوق وتحت. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.